Welcome to episode 5. التنازل كلمة بسيطة لكنها قادرة أن تغير مسار حياتك. أحيانا نتنازل لأننا نحب، وأحيانا لأننا نخاف. لكن السؤال الحقيقي هو: هل التنازل الذي تقدمه يحميك أم يجردك من نفسك؟ هناك تنازلات خفيفة تمر ولا تترك أثرا، وتنازلات أخرى تبنى فوق بعضها بصمت حتى تجد أنك تحمل أشياء ليست لك وتعيش وفق توقعات ليست لك. التنازل ليس دائما ضعفا، لكنه يصبح خطيرا حين تتخلى عن شيء أساسي بداخلك: قيمة، مبدأ، رغبة، حدود ووقت. حينها لا تعود المسألة عن الآخرين بل عنك أنت. انتبه دائما لعلامات التنازل المرهق: عندما تبدأ بقول لا بأس وأنت لست بخير، عندما تبتسم وأنت تنطفئ، عندما يصبح الصمت أفضل من التفسير، وعندما تشعر أنك موجود لكنك لست حاضرا. هذه اللحظة بالتحديد هي التي يفقد فيها الإنسان جزء من نفسه دون أن يلاحظ. التنازل ليس خطأ، لكن الخطأ أن يصبح عادة. عندما تتنازل قليلا للمحافظة على علاقة ما ليس خطأ بل نبل. لكن حين تتنازل كل مرة تفقد قيمتك دون أن تشعر. الناس لا يرون ما بداخلنا، هم يرون ما نقدمه لهم. وإن قدمت كثيرا يعتقدون أننا لا نرهق، وإن صمت سيظنون أن الصمت لا يزعجك. أجمل العلاقات هي التي لا تحتاج أن تتنازل عن نفسك. أعطي لكن لا تهمل روحك، سامح لكن لا تنسى قيمتك. وإذا شعرت أن التنازل يتعبك توقف، ضع حدودا واضحة، ليس لأنك قاس بل لأن قلبك يستحق الحماية. وتذكر دائما: التنازل جميل عندما لا يكسر، ومؤذن عندما يغير حقيقتك. شكرا لكم. اكتبوا لي هل سبق ولكم وتنازلتم أكثر مما ينبغي، وكيف تعاملتم مع الأمر. Thank you سأنتظر for watching. إجابتكم في التعليقات.